يوم القيامة تخيلوا معي كلكم، إذا وقفت يوم القيامة تنتظر أعمالك تدخلك الجنة، وترى صلاتك ميزانها عادي، وصيامك ميزانها عادي، وحسناتك توزعت غيبة ونميمة وفي مشاكل واجد، لكن يجيك ميزان ضخم كبير مليء بالحسنات. ما هذا يا رب؟ قال هذا ميزان صبرك على قضائنا وقدرنا. السلام عليكم ورحمة الله، ويسعد لي صباحكم ومساكم بأي وقت عم تتابعوني بيه. وخلونا نبلش بالصلاة على سيدنا محمد أهلا وصحابه وسلم. وبدي أساوي أكلة ملفوف. أول إشي حطيت مي على الغاز، لما سخنت حطيت راس الملفوف وبلشت أسحب ورقة ورقة. وثاني خطوة بدنا نساويها، بدنا نقطع الورق هذا مثل ما انتم شايفين، تقطعوه حسب ما بدكم انتم، يعني قطع كبيرة صغيرة حسب ما بدكم، الملفوفاية انتم على ذوقكم. وهين صبايا حطيت مية عشان اسوي شوربة عدس. وهنا قطعت راس الملفوف وبدي ألفه. أنا قطعته حسب ما بدي، يعني شوفت عينكم، يعني أحبه وسط، لا كبير كبير حيل ولا صغير حيل. وهين خلصت صبايا وطبقت الطنجرة، ثقلتها، حطيت طنجرة مي فوقها، حطيتها على الغاز بس. وهين بدي أساوي قطع خضار اللي هي بندورة وثوم وليمون وفليفلة حادة للشوربة. شفتوا أول الفيديو أنا حطيت طنجرة على الغاز لأنه بدي أساوي فيها شوربة مثل ما حكيت لكم. وهين قطعت الخضار وعصرت الليمون. هين صبايا الشوربة استوت، ضفت لها صلصة والليمون اللي عصرته. وهين على الغاز بدي أحط الطنجرة وحطيت فيها الثوم قليته والفليفلة وقليت البندورة، يعني قليت كل الخضار اللي قطعتهن، بدي أغليهن مع بعض وبعدين أضيف الشوربة. وهين كمان ضفت ظرف ماجي، والأفضل لازم ضيف الصلصة هون مع الخضار، بس أنا غلطت وضفتها على الشوربة. هسه الخضار اتغلت عندنا وضفت الشوربة، هيك شوربتنا صارت جاهزة. هين سكبت الملفوف وبلشت أسكب بالشوربة. وهيك صارت الشوربة جاهزة والملفوف جاهز. الله يديم علينا النعمة ويحفظها من الزوال. وبس هيك فيديو اليوم، أتمنى إنه نال إعجابكم. إذا حبيتوه لا تبخلوا علي بالضغط على زر اللايك، والمو مشترك يشترك عشان يصلكم كل شي جديد أنا بنزله. ودي أقولكم دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.